بغيتي تكون هذه السنه الدراسيه استثنائيه وتحصل على نتائج مثاليه، تبع معايا حتى الاخر وغادي نعطيك اللاصق في 5 الخطوات. غادي نكتشفوا جميع شنو هما 5 الخطوات الاساسيه اللي غادي يخليوك توصل للتفوق في اخر سنه الدراسيه. اللي لا توكلتي على الله وتبعتيهم وواظبتي عليهم، النتائج غادي تكون كما كتمنى ان شاء الله. ما نطولوش بزاف ويلا نبداو. الحاجه الاولى هو تحديد الهدف. كنا هضرنا عليها بتفصيل في الفيديو اللي فات، ولكن ما فيها بس نديرو تذكير. ولا كنتي بالمناسبه ما شفتيش الفيديو اللي داز، خليك تسالي هذا الفيديو ورجع شوفه من بعد. عاوتاني الاهداف ثق بيا، هذه هي الطريقه الوحيده اللي غادي تعاونك لداكشي اللي انت باغي. وإلا كان كل عام كتقول نفس الهضره وكيوصل الاخر ديال العام وكتلقى راسك ما طبقتي والو، تبع معايا حتى الاخر وكنوعدك الا تبعتي هذه الخطوات ان شاء الله غادي تحصل على نتائج اللي تمنيتيها. الا كنتي في التعليم الثانوي، الهدف ديالك غادي يكون هو تحصل على نقطه مزيانه محدده في السيزيام ولا في الباك. ولا كنتي في الجامعه ولا في التعليم العالي، الهدف ديالك هو انك خصك تفاليدي لو موديل بنقطه مزيانه وتكلاسا مع لي بروميير. حددنا الهدف ديالنا كما قلنا، غادي نكتبوه في ورقه وغادي نعلقوه قدامنا وغنديروه في التليفون ديالنا وغنديروه في اي بلاصه كنشوفوا فيها. الخطوه الثانيه تقييم الذات. حتى شي واحد ما غادي يعرف راسك اكثر منك، انت الوحيد اللي عارف شنو هما نقاط القوه وشنو هما نقاط الضعف ديالك. خاصك تعرف راسك انت شمن نوع، واش انت انسان كيعتمد على الحفظ بالتكرار، ولا على الحفظ بالملاحظه، ولا على الحفظ بالتخيل. خذ وقتك وفكر مزيان باش تعرف شمن نوع انت في هاد الثلاثه. حاجه اخرى، كتعرف شنو هما المواد اللي انت كتضبطهم مزيان، وشنو هما المواد اللي خصك دير فيهم مجهود اكثر. شنو هما المواد اللي يقدروا يقلبوا لك الموازين ديال النقطه، وشنو هما المواد اللي متمكن منهم وغير بمجهود قليل تقدر تجيب فيهم نقطه مزيانه. الخلاصه صديقي صديقاتي، دير واحد دياغنوستيك للحاله ديالك، عرف راسك شكون انت وعرف راسك شنو هما نقاط القوه ونقاط الضعف ديالك. دابا الطرح بدا كيسخن، حددتي الهدف ديالك، درتي التقييم الذاتي، دابا جا الوقت باش نعرفوا وقتك فين كيمشي. كاينه واحد التقنيه كتسمى تايم تراكين، كنت هضرت عليها في واحد في لي فيديو، غادي تلقى الرابط ديالو في صندوق الوصف. المهم من هذه التقنيه هذه هو انك دير واحد التمرين على مده ديال الاسبوع حتى 3 ديال الاسابيع باش كتعرف شنو هما مسببات ضياع الوقت، شنو هما اللي كيتسموا لي تايم ويسترز، باش كتعرف شنو الحوايج اللي فريمون كياخذوا لك وكيكونسوميو لك الوقت ديالك بلا ما تشعر. ملي غدير هذا التمرين غادي نكونوا قادرين على انه نعرفوا شنو هما الاوقات اللي كيبقاو لك، اوقات الفراغ اللي غتقدر تراجع فيهم واللي غتقدر تخصصهم للوقت ديال المراجعه والوقت ديال التركيز. الحاجه الرابعه هو التنظيم. بلا تنظيم غتبقى عايش حياه مرونه وما غتبقاش عارف شنو غتسبق وشنو غادي تلي. التنظيم كيبدا من الفراش اللي كتنعس فيه. ما يمكنش تنظم شي حاجه في نهارك الا ما كنتيش انت اصلا بادي الخطوه الاولى في نهارك منظمه. حاول تنقص عليك الحوايج اللي ما خدامش بهم، حاول تكون واحد الانسان اللي هو منطقي. الحاجه اللي كتبغيها حطها قدامك، الحاجه اللي ما محتاجهاش حيدها من قدامك. نظم تليفونك، نظم بيسيك، نظم كتبك، نظم البلاصه اللي كتقرا فيها. المهم انك خصك تكون واحد الانسان اورغانيزي في دماغه واورغانيزي في الحوايج اللي باغي يخدم عليهم. على سبيل المثال، كنتي في يوتيوب مثلا، كنتي كتصفح وكنتي كتفرج في الفيديو ديالنا، لقيتي فيديو واحد اخر اللي مزيان كيهضر لك على حاجه مزيانه اللي غادي تحتاجها من بعد، واتش ليتر. حاول ما امكن انك داك الفيديو تسجله في واحد البلاي ليست ولا انك تخليه حتى من بعد وتفرجه، وما تخليش على انه يشغلك على الحاجه اللي انت كتقلب عليها في هذيك اللحظه. هذا الشيء حاول تطبقه على اي حاجه. كتركز على طاش وحده في نفس الوقت، ما تقدرش دير بزاف ديال الحوايج في دقه واحده. كون مركز في داكشي اللي كدير وكون منظم. الحاجه الاخرى هو حيد عليك العجز. العجز هو اكبر عدو اللي ما غاديش يخليك توصل لداكشي اللي انت باغي. الا كنتي حاط اهدافك قدامك وتبعتي هذه الخطوات كامله اللي قلنا، غادي توصل اللحظه اللي انت براسك كتلقى راسك مدفوع وكتلقى براسك بانه عندك واحد الطاقه اللي كتخليك تخدم يوميا باش توصل للهدف ديالك. والحاجه اللي كنتي كتقول في راسك ديال انه انا ما كنقدرش نفيق الصباح وانه انا واحد الانسان اللي هو معكاز، هذه ما غتبقاش عندك. علاش؟ حيت الدماغ غادي يولي منظم وغيكون عارف بانه عنده واحد الهدف، واحد الحاجه اللي هي تابعه خصو يوصلها. يعني الصباح غادي تلقى الجهد وغادي تلقى الطاقه. هذا الشيء كله غادي يكون ممكن الا بديتي نهارك بواحد الروتين مزيان اللي كيبدا مثلا بصلاه الفجر واللي فيه كيكون التوكل على الله هو اول خطوه. وهذه نصيحه بونيس، ما تنساش انك تاخذ وقتك باش ترتاح. ما تنساش انك تكافئ راسك ملي كتوصل لواحد النتائج اللي هي مزيانه وكتحس براسك بانك درتي واحد المجهود خصك تجازى عليه. حط راسك في الوضعيه ديال واحد اللي كيجازي راسو على اي حاجه كيديرها باش كتزيد تحمس وتزيد لقدام، حيت المكافاه عامل مهم في هذا البروسيس. الا ما كنتيش كتكافئ راسك وكتاخذ الراحه اللي خصك تاخذها، ما غاديش تقدر تكمل في هذا الطريق وغادي يوصل لك النص ديال العام غتلقى راسك عييتي وما قادرش تكمل. وطبعا ماشي هاد الحاجات بغينا نوصلوا، حنا بغينا نمشيو ان شاء الله خطوه بخطوه. وتذكر ديما في بالك بانك انت لاعب ماراثون، ما تجريش في الاول باش ما تعياش دغيا. نتمنى ان هاد النصائح هادو ينفعوكم وتحطوهم على ارض الواقع، وبجهد الله النتائج غادي تبان في الاخر ديال العام. شكرا على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تشوفوا الفيديوهات الاخرين اللي عندهم علاقه بداكشي اللي هضرنا عليه في هذا الفيديو. ومره اخرى كنشكركم على المتابعه ديالكم، والله المعين.